بهداك الفيديو حكيت عن السولو سكواد وقلت لكم بالفيديو الجاي رح احكي عن الدو سكواد. هلا هذا الفيديو رح احكي عن الدو سكواد. اول شي بالدو سكواد لازم تكون مثل السيف بظهر صاحبك، او صاحبك لازم يكون مثل السيف بظهرك. يعني بالدو سكواد لازم تكون كأنه اثنين متجوزين، لازم تضلكم على طول حد بعض. لما بدكم تبشوا سوا، لما بدكم تاخذوا كفر سوا. ما حدا يستعجل فيكم يبش على الخصم او يطمع بالكلت، لانه الطمع ضر ما نفع. طبعا شباب، الاهم من كل هدول لازم تكونوا بالدو سكواد متفقين، يعني كأنكم شخص واحد. بكل حركة بتعملوها، بكل خطوة بتخطوها لازم تكونوا متفقين مع بعض، لأنه هلأ اللعبة منها مثل قبل. صارت الناس كتير محترفة هاللعبة، الناس صارت تلعب جيروسكوب، تعلمت على الجيروسكوب، تعلمت تعمل كراوش، دروب شوت، تعلمت كيف ترمي على الخصم، تعلمت كيف تثبت الام. يعني اذا البنات صاروا محترفين باللعبة، في البعض كتير من البنات محترفين بهاللعبة، فما بالك من الشباب. والاهم من كل شي حكيته، بالدو سكواد لازم انت ورفيقك تكون نفسيتكم حلوة مع بعض. ما انه والله اذا غلط غلطة رفيقك تسبه وتكون ناشح اهله وناشح عرضه، لا، لانه انت اذا هو غلط هالجيم يمكن انت الجيم الجاي تغلط، وهو حيقول لك انه انت سبيتني قبل شوي لانك غلطت، وحيرجع يسبك. وفي شغله يا شباب جدا جدا مهمه، يلي هي التعزيز. عززوا لبعض، ان شاء الله يكون صاحبك شيل بوت او انت شلت بوت، عززوا لبعض. شلتوا دو سكواد او شلتوا سكواد كامل، عززوا لبعض وهايطوا، لانه التعزيز هو الشغلة الوحيدة يلي بتخليكم تكفوا الجيم للآخر وانتم متحمسين وانتم عم تجلدوا بالخصم ومعرقين على الآخر. وختاما وقبل كل شي، عن جد حابب اشكركم من جوا قلبي على الدعم يلي عم تقدموا لي، اللي عن جد بستاهلوا من ناس محترمة وواعية وفهمانة وبتحبني خصوصي منكم انتو. وبدي اعذبكم بشغلة صغيرة، بعرف انه انتو كريمين وانا بستاهلها منكم. انا حاطط الرابط تبع اليوتيوب وتبع الانستغرام داخل البايو، فبتفوتوا تكبسوا على الانستغرام، بتحطوا لي فولو، بترجعوا بتروحوا على اليوتيوب بتكبسوا لي سبسكرايب، وبتكونوا انتوا فضلتوا على راسي من فوق. وبحبكم كتير، وسلام، وشكرا لكل حدا شاهد الفيديو لهيدي الثانية. ايه